السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصفة النهارده معانا برام رز معمر، وهنعمل آه سمك. تمام. السمك ده بقى فيه جزء مقلي، والجزء التاني هنعمله مقلاية. طبعا مقلاية، المقلاية دي تحفة تحفة تحفة. انا عملت الطريقة قبل كده بس صينية، لكن الطعم بيختلف تماما لما بنعمله في المقلاية. المقلاية دي بتبقى شبه البرام كده، بس شبه يعني شبه الصينية، بس هي برام، يعني برام شبه الصينية. المهم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يعني تاكل معاه شوية رز مسوس. انا عايزة اقول لكم ان حرفيا الصلصة بس لوحدها كده في حتة تانية خالص. بس امشوا معايا خطوة بخطوة ان شاء الله بإذن الله تعملوها وتعجبكم. في ناس كتير طبعا عارفينها، وفي ناس بتعملها في صواني، بس عايزه اقول لكم ان المقلايه بتختلف تماما. انا هنا كنت بوريكم لحمه سمكه عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. تحفه يا جماعه. الريحه يعني تجيبكم كده من اول الشارع زي ما بيقولوا. يلا بينا نبدا ونسمي الله. اول حاجه كده ايه؟ هنجيب، بصوا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. مش لازقه خالص خالص. كنت قليت بقى جزء زي ما قلت لكم كده، عشان في معانا مش بياكل ابني ياسين، يعني مش بياكل سمك مقلية او صلصة. وساعات والله بياكله، بس لازم اريح، يعني لازم اعمل الاتنين يعني. تمام. اول حاجة جبت بصلاية حجمها متوسط، ومعانا قرن فلفل. شوحتها مع شوية زيت، ونزلت بقى ايه بالبهارات زي ما انتم شايفين، بهاراتها خفيفة جدا، شوية كمون وملح فقط لا غير. تمام. طبعا الشطه دي اختياري، اللي حابب يحط شطه مفيش مشكله، بس الشطه دي بتبقى حراقه صراحه، بتعلي التست جامد. وخصوصا كمان ان في اكلات معينه كده بتحب درجه الحراره تبقى عاليه، تاكليها كده تحسي ان انتي في شطه، في شطه وفي لذاذه وفي حلاوه، يعني في حاجات حلوه كده. جبت بقى شفشق طماطم معاه 3 4 فصوص توم، ضربتهم في الخلاط. اول ما يعني البصل اتبل هو الفلفل، قمت نازله عشان اعمل تسبيكه. تسبيكه ديت للصلصه. طبعا دي كميه السمك اللي انا هعملها. هعمل 4 في مقلايه و3 قليين. طبعا كنت ضربت هريسه شطه بقى وتوم وكمون وملح، ضربتهم كده في الهون عشان تكون صحيحه. في ناس مش بتستخدم الهون، بس عايزه اقول لكم سبحان الله، يعني انا الهون ده عندي اصلا من يوم ما اتجوزت لسه مطلعاه بس جميل كيوت كده وعسل خالص. عصرت عليه ليمون علشان انا هحشي السمك. السمك المقلي لازم بحب ان انا اتبله قبل ما استخدمه بفتره، بحيث ان هو يشرب من التتبيله، وتحسي ان طعم السمك فيه يعني شارب من الصوص والحاجات دي كلها. تمام. حطيت بقى اللي حطيته في المقلايه، ودول بقى ايه، غرقتهم ليمون وتوم عشان اركنهم على جنب، وحطهم في التلاجة مجرد بقى ايه محتاجهم، لاني مكنتش هقلي دلوقتي صراحه. فحبيت ان انا عشان الدنيا حر وجنب البوتاجاز والفرن وكده، فبعدتهم وحطهم على التلاجة، حطيتهم في التلاجة. هنا بقى كانت الصلصه بقت بالشكل ده، فدقتها فلقيتها ايه محتاجه شويه ملح، فانا حطيت شويه ملح. وقلت بقى ايه عبال هي ما تتسبك وكل حاجه تمام، فهقوم ايه بقى عامله برامي الرز بالمره. غسلت الرز بتاعنا ونزلت بالملح واللبن، عشان هو جاموسي تقيل ما شاء الله اللهم بارك، فبزود شويه ميه عشان يطيب معايا بسرعه. الحركه دي بتخلي الرز معانا يكون مفرفر ويكون جميل، مش ومن النص كده ما يكونش ايه، ما يكونش مش مستوي، لا بيبقى مستوي جميل. الصلصه بتاعتنا خلاص كانت نشفت خالص، فلازم طبعا ان هي تاخد غلوه على النار عشان احط السمك، لان هي كده خلاص المفروض ان كل حاجه بقت تمام وكل حاجه بقت جاهزه. فطبعا احنا هندوقها، لو هي محتاجه ملح هنزود، مش محتاجه هيبقى خلاص تمام. معانا بقى عود كزبره، الكزبره دي من عندنا فوق السطح احنا اللي زارعينها. طلعت جبت عود وحطيته، عشان دي بقى اللي بتخلي طعم المقلايه بتاعتنا قمر. بصوا بقى جبت زي ما هي، نزلت بالصلصه، بصوا رصيتها بس كده
في المقلايه، وقمت بقى جايبه ايه الصلصه اللي انا عاملاها ديت، حطاها على ايه، على السمك. بصوا والله ما بتاخد اي وقت خالص، ولذيذه وطعمها تحفه. جربوها وان شاء الله باذن الله مش هتندم. وطبعا في ناس كتير جدا عارفاها بيعملوها صينيه، وفي ناس بتعملها بالطريقه دي. اللي عارفها يكتب لي في الكومنتات، واي استفسار انا تحت امركم طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاكل مش بياخد اي وقت خالص، انا مجرد بس ما كنت خلاص بظبط السمك، كان الحمد لله البرام بتاعنا اتشرب. وقلت بقى ايه ان انا اطلعه واخرمه، واحط بقى ايه الايدام بتاعه اللي هو السمنه والزيت. انا كان عندي سمنه فلاحي بس غمقت مني سنه، بستخدمها في حاجات معينه يعني، مش بستخدمها في قلي بيض ولا حاجه. حطيت حته على الوش كده، ورجعت بقى ايه زودته زي ما انتم شايفين، ورحت مرجعاه الفرن تاني. هنا بقى ايه كنت خلاص المقلايه بتاعتنا زي الفل وكله تمام، فاضل بس ان انا اقلي السمك، عشان السمك ما ينفعش ان هو يكون بارد. طلعته من التلاجة وجبت شويه دقيق، ويدوب بس ايه شربته كده بالدقيق تشريبه بسيطه، وقليته زي ما انتم شايفين. بس السمك ده بيموت في الليمون حرفيا. هتقلي تكوني بقى مجهزه ايه شويه ليمون كده جنبك، وتحطي بقى السمك اللي يطلع، تقومي حاطه ايه ليمون. شايفين ما شاء الله السمك ده كان جميل جدا في القلي، وكان تحفه في المقلايه. سمك يعني بطنه ما شاء الله حلو، كان لو كان هيبقى مشوي كان هيبقى افضل. احنا كنا جايبين جزء مشوي قبل كده قبليها يعني بكام يوم. عايزه اقول لكم ان لقيت فيه بطروخ، انا بقالي فتره كبيره قوي نفسي اكل سمك مبطرخ. فكنت فرحت لما لقيت واحده فيها بطروخ، بس ما شاء الله ملحم يعني. السمك اللي ظهرها بتبقى سميكه ديت بتبقى ما شاء الله لحمتها بيضه، وبتبقى فيها لحم كتير. هنا بقى بصوا المقلايه طبعا مش بتتاكل سخنه، هي بتتاكل ساقعه يعني. فانا عشان كده حبيت ان انا اعمل ايه المقلايه الاول. تمام. وطبعا كده كده الرز بيتشرب في الفرن و... وكله تمام الحمد لله. وكنت جهزت الاكل، مرضيش طبعا اعمل سلطه عشان احنا عاملين صلصه، فما ينفعش سلطه خالص معاها. شايفين السمك ما شاء الله اللهم بارك، ما اخدش حرفيا وقته خالص. اما بقليه في مقلايه عاديه الومنيوم بياخد وقت صراحه، لكن مقلايه تيفال ديت ما بتاخدش اي وقت خالص. حطيتوا اللايك ولا لا؟ يلا بقى حطوا اللايك عشان يوصل ليكم كل جديد ان شاء الله، قناه تكبر بيكم معاكم بامر الله. بصوا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. هنحط بقى ليمون عشان يشرب كده ويبقى لذيذ. طبعا ما بتاكلش برضو سخن، لازم نصبر عليه شويه عشان نحس بالطعم بتاعه، بس لازم تغرقي ليمون بجد بتفرق والله يعني. حتى ليمون مع الحشو بتاعه. بس بحب ان انا اول ما بيطلع من الطاسه كده هو سخن، بحب ان انا اعصر عليه ليمون، بيفرق جدا في الطعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين ما شاء الله. غطيه بقى وسيبيه كده 10 دقايق هيشرب من الليمون ويبقى جميل جدا. طلعت لكم سمكيه عشان تشوفوها. دي بقى السمك المقالي. وده الرز بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا اخدت بقى معلقه وقلت بقى اوريكم سمكايه من جوه عامله ازاي، جميله ما شاء الله. بصوا بتقشر كده لوحدها، ما تخافوش هي مش ناشفه، لا هي جميله جدا بجد والله العظيم. هتعشقوها يعني، ممكن تقعدوا كده على المقلايه دي كلها تخلصوها تقزقزوها كده من غير اي حاجه. انا عندي اختي بتعمل كده بتحب السمك ده، فممكن تاكل مقلايه لوحدها عادي. بصوا ما شاء الله لحمتها بيضه وجميله وزي القمر. اتفضلوا معانا بقى الف هنا وشفا. احلى اكله بجد يعني، لذيذه. والاطفال كلهم بيحبوا السمك. طبعا في اطفال مش بيحبوا السمك، بس يعني احنا لازم ننوع ونخترع لهم ونعمل لهم اراجوز عشان ما ياكلوش اكل من بره. وفعلا الام اللي بتحب اطفالها بتحبوا ان هم ياكلوا، وبالذات لما يكون مثلا عاشقة الاكل البيتي زي انا، بحب ان انا اعمل لهم كل حاجه في البيت. بحب انوع لهم في الاكل عشان ما يضطروش ان هم يبصوا لاكل بره. حتى لو نفسهم في حاجه برضو من بره، انا بحاول ان انا ايه اعملها لهم في البيت، حتى لو مش بعرف اعملها مش عيب على فكره. يلا اللي وصل لغايه هنا ما تنسوش دعموا القناه، بحبكم في الله والسلام عليكم.